انت قررت وقفت واقفه مع نفسك وقلت كفايه بقى، انا عايز ابتدي صفحه جديده، عايز اقدم حاجات مختلفه، عايز انطلق بطريقه تانية؟ بصي انا مش حر ذاتي، انا سلعه. زي ما بيقول الاستاذ عادل امام دايما كده، يقول لك احنا سلعه، احنا عامل فانت انا بيتعرض عليا حاجه، ممكن اللي بيتعرض عليا ما يبقاش يعني قد طموحاتي او قد امكانياتي، وممكن مرات اقبل لاني مضطر، ومرات ما اقبلش. عشان كده انا لما حصلت لي الازمه دي فرحت عملت ايه؟ اتعلمت وذاكرت واتعلمت سيناريو وكتبت، وقلت اجرب نفسي، هو انا فاكر ان انا فاهم ولا انا فعلا بعرف. فلما كتبت احنا الطلبه عمل الحمد لله نجاح لطيف جدا. السنه اللي بعدها عملت الاخوه اعداء، الله يعني الحمد لله نجاح. إيه بعد كده بداوا، بس ما كملتش ما ليه؟ هو ده بقى. يعني انا الله يرحمه حبيبي وصديقي العزيز الاستاذ خالد صالح، الف رحمه ونور عليه. الف رحمه ونور عليه، ده من القمم اللي فقدناهم برضه، انسانيا وفنيا وكل حاجه. انا اشتغلت مع اول مسلسل عمله في حياته، سلطان الغرام. الله. يعني انا كنت شريكه في اول مسلسل، اخراج شيرين عادل. طبعا. وما مخرجة جميله. وما اشتغلناش مع بعض لغايه ما جه اخوه اعداء. المفروض كان في مشهد ضيف شرف، ففتحي عبد الوهاب قال لي ما تقول لخالد، خالد عاجبه فكره الورق فرحت عرضت المشهد على خالد، وكان بيصور مسلسل ساعتها. قلت له يا خالد في مونولوج كده، في محامي بيخش يحل القضيه، الاب بيموت وياسر جلال والولاد كلهم متهمين، ومحامي هلهلي وبيخش الناس بتفتكره كده، بيروح عامل مرافعه، فقرا الورق صفحتين ونص كده، قال لي انا هعمل ده. بعدين احنا لما رجعنا واحنا بنصور، فانا وفتحي ورزق والنقلي قلنا يعني عيب، الراجل عنده مسلسل في رمضان، ما يصحش يعني يبقى عنده مسلسل بطولته ونجيبه في مسلسل هيتعرض في نفس الوقت، يبقى عامل حاجه مشهد. مشهد صح. ما يصحش، هو ممكن يبقى خجول لان خالد محترم وطيب. فاخترنا ممثل تاني وصورنا وكده. قابلني بعدها ب6 شهور ما بيكلمنيش، بكلمه اساسا ما بيردش عليا، لغايه ما عرفت رحت له بقى، حتى قابلني يسلم عليا ومشي. فرحت له المكتب، كان عنده مكتب في الهرم كده، قلت رحت مخبطه وداخل، قلت له انت زعلان مني في ايه يا خالد؟ هو انا عملت لك ايه؟ قال لي هو انت مش جيت واتفقت معايا على دور وانا قريته وقلت لك اوكي؟ ليه تجيب ممثل غيري؟ قلت له ده مشهد، ده ضيف، احنا اساسا يعني زعلنا ان احنا فكرنا فيك وانت راجل عندك مسلسل. قال لي لا كان عاجبني جدا. وانتوا مالكم؟ هو عاجبه الراجل. شوفي عبقريه حتى الممثل، طبعا يعني عاجبه هو المشهد فزعلان بجد، مش بيمثل انه زعلان. وكان في عايزني اكتب حاجه، انا ساعتها قلت له يا خالد انا عندي مشكله. قال لي، قلت له انا ممثل وبحب التمثيل قوي وعندي طموحات فيه، وانا برج الجدي، يعني قلت له انا طموحات لغايه اخر يوم في عمري، فانا خايف يتقال عليا ان انا مؤلف، انا ممثل بحب الكتاب.